اكل بسيط لكنه كامل ومتوازن. تيجي تطلبها دلوقتي تلاقيها 600-700 جنيه. قبل الاف السنين في اعماق غابات امريكا الجنوبيه كان في حضارتين كانهم طالعين من فيلم، المايا والانكا. ناس بتبني اهرامات وسط الاشجار، تقرا النجوم، تفهم الطبيعه اكتر من اي حد في زمانه. وقصه اكلهم مش مجرد اكل، دي فلسفه حياه. كان في طفل من المايا اسمه إتزال كل يوم يصحى على صوت الطيور ويجري مع بول الحقول، حقول كامله كلها نبات واحد، الذره. المايا كانوا بيعتبروا ان الذره مش اكل بس، ده هبة الإله. وكتابهم بوبل فو بيحكي إن البشر اتخلقوا من عجين الذرة. إتزال تسأله أمه تحب تكبر تبقى إيه؟ يقول فلاح ذرة زي أجدادي. طبقهم الأساسي تورتيه وشوربة ذرة وحبوب مطبوخة بالأعشاب، ومعاه فول وقرع وأفوكادو. أكل بسيط لكنه كامل ومتوازن. تيجي تطلبها دلوقتي تلاقيها 600-700 جنيه. المايا كانوا علماء فلك مش طبيعيين، كانوا يحددوا الزراعة، الصيد والحصاد عن طريق حركة الشمس والقمر. يوم من الأيام شيخ القرية جمع الأطفال وقال لهم لما الشمس تقف في وسط السماء الذرة تبقى جاهزة، ولما تعدي فوق المعبد نبدأ موسم الحصاد. الكل بيمشي على تقويم سماوي، مش مزاج يوم ولا رجيم. على بعد آلاف الكيلومترات وفوق جبال الإنديز العالية كان في شاب أنكا اسمه توباك، كان عايش في مدينة سماوية. تخيلها معايا كده، بيوت حجر فوق السحاب وأكل مختلف تماما. الأنكا عرفوا نبات اسمه الكينوا بيسموه أم الحبوب، كانوا بيدوه للمحاربين قبل المعارك. توباك بيشرب مشروب غريب كل يوم الصبح من نبات البنفسجية والبطاطا المجففة وشاي الكوكا، حاجات تساعده يتنفس في الجو الهزيل فوق الجبال. الأنكا اخترعوا فكرة شبه الميل بريباريشن بس على مستوى دولة. كانوا بيعملوا مخازن حجرية اسمها كولاكس بيحفظوا فيها البطاطا المجففة والكينوا والذرة والفاكهة المجففة، ولو حصلت مجاعة الناس كلها بتاكل. الدولة كانت شايلة مسؤولية، مفيش حد ينام جعان. يعني عندك طفل المايا إتزال وشاب الأنكا توباك. إتزال أهل الذرة وتوباك أهل الكينوا. الاتنين عايشوا بصحة قوية وجسم نشيط ونظام أكل طبيعي قبل ظهور الدايت بآلاف السنين. حكمة المايا والأنكا كانت بسيطة: ازرع اللي يناسب أرضك، كل اللي يديك طاقة مش يملي معدتك، امشي مع الطبيعة مش ضدها، وأكلك جزء منك مش ورقة تتعاقب بيها. الأنكا والمايا حضارتين وسط الجبال بيقولوا لنا لحد النهاردة الأكل مش قوانين، الأكل علاقة.